أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ما قبل الجريمة. معاكم يوسف صلاح الدين المحامي، والنهارده هنتكلم عن تاريخ العنصرية الأوروبية. اسبوعين والعالم كله بيتابع الحرب في اوكرانيا، وبعيدا عن العنصريه المعهوده للغرب لكل من هو مختلف عنهم في اللون او العقيده او حتى في العرق، الا ان المفاجاه كانت في العنصريه الفجه للعرق الابيض والجهر بها امام العالم كله. احنا مش عرب متخلفين او حتى مسلمين ارهابيين. On est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? Ça sera sans doute une immigration de grande qualité en revanche. Ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture. On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui encore une fois participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. الله يرحم الشهداء في البوسنة، كان بيتم إبادتهم بدم بارد وهم أوروبيين، وبرضه كانوا مثقفين وأصحاب بشرة بيضاء، بس للأسف بالنسبة لهم كانوا مسلمين. حتى اخواتنا السوريين ما سلموش برضه من عنصريتهم مع انهم اصحاب بشره بيضاء وعيون زرقاء. These are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. These are Christians, they're white, they're... And this is not a developing third world nation. This is Europe. Because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed. A place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, is a relatively civilized, relatively European. Et on parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. These are not obviously refugees trying to get away from areas in the Middle East. نيجي بقى على الكورة اللي قعدوا يقنعونا ويغنوا علينا سنين طويلة ان هي بعيدة تماما عن السياسة. ضربوا بكل افكارهم وادعاءاتهم الكاذبة عرض الحائط، وخلوا الرياضة في خدمة السياسة. الميزان الأعرج يسمح بما يشتهون ويمنع ما يكرهون. عاش السلتيك جلاسكو حامل الأعلام الفلسطينية وعاشت القضية. أما الديمقراطية الغربية طلعت بنت ناس في الآخر. الله على أخلاقك يا ديمو. الديمو هي نسبة للديمقراطية. خلينا في الكورة نرجع في أصولها، نرجع في فنونها. غالطوك فقالوا السياسة والرياضة منفصلان، لا، هم وجهان لعملة واحدة. تقريبا الفيديوهات دي اتعرضت على قنوات كتير، والعالم العربي كله اكتشف حقيقة الغرب. ده اللي ما كانش عارف. ايه بقى اللي احنا هنضيفه النهارده؟ شوف يا صديقي العزيز، في عجالة كده هقول لحضرتك على ضحايا بعض الحروب العنصرية في أوروبا آخر 200 سنة بس. وللأسف مش كل الكوارث الأوروبية في آخر 200 سنة دول يمكن عرضها بشفافية وحرية على اليوتيوب. عشان كده هنوضح بعض ما يمكن إيضاحه، ونبدأ بالألمان. الألمان، الماكينات البشرية التي لا تكل أو تمل من العمل الدائم والمستمر. الألمان يا صديقي العزيز تسببوا في مقتل 20 مليون إنسان في الحرب العالمية الأولى من مختلف أنحاء العالم من سنة 1914 ل 1918، و60 مليون مواطن أوروبي في الحرب العالمية الثانية من سنة 1939 ل 1945. كل ده تأسيسا على إيه؟ تأسيسا على نظرية إن إحنا العرق الآري أذكى وأنقى عرق بشري على الأرض، ومن حقنا إن إحنا نحكم العالم كله. وللعلم لسه لحد النهارده في ألمان بيؤمنوا بالنظرية دي. بعض النازيين الجدد هم أناس غاضبون بسبب أوضاعهم، والحركات النازية تحول غضبهم إلى كراهية عنصرية. الأكيد أن مجموعات النازيين الجدد تعيش تطورات متلاحقة، حيث يرى بعضها أن الدخول إلى البرلمانات المحلية أجدى من مهاجمة الأجانب في الشوارع، في حين وجدت مجموعات أخرى في العداء للمسلمين المهاجرين وصفة لجذب التأييد أنجح من العداء لليسار وللقوميات الأخرى. الروس
الروس من اذكى البشر على وجه الارض جينيا واجملهم، واللي معرفش ليه الشعوب العربيه بصراحه متعاطفه معاهم في حربهم في اوكرانيا. المهم، الروس في الثوره البلشفيه قتلوا 7 مليون مواطن في حرب اهليه قعدت حوالي 5 سنين من 1917 ل 1922. ده غير 20 مليون مواطن روسي على الاقل قتلهم جوزيف ستالين لمجرد ان هم كانوا بيرجعوا من الحرب العالميه الثانيه اسرى او مصابين او هربانين من الجحيم الالماني. ده غير حوالي 1.5 مليون مواطن افغاني قتلوا من سنه 79 لسنه 89، ومؤخرا مئات الالوف اتقتلوا في جورجيا والشيشان من المدنيين. وعشان دايما هقولها ان التاريخ بيعيد نفسه، دلوقتي الجيش الروسي في 2022 بيهرب من الموت وبيستسلم في اوكرانيا، وكلهم شباب صغير مقتنع ان الحرب دي مش بتاعته. И нам сказали, что отступать нельзя, либо своих застрелят. Ну, мы так и говорим, как есть. Нет, расписались, бля, нихуя нас говорит тоже. Откуда вы все? С какого? Это Ставропольский край? السؤال هنا، هل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيعيد سياسة جوزيف ستالين اللي بيفتخر ان جده كان الطباخ الخاص له؟ وهل هيعيد التاريخ نفسه ويقتل الأسرى اللي بيرجعوا له من الحرب مستسلمين ومنهزمين؟ قليل من الروس الآن باستثناء حفنة من الشيوعيين الملتزمين من ينظرون بعين الرضا لحقبة دموية كانت فيها مراسم الاحتفالات بالثورة تتسم بكثير من الأبهة والعظمة. كريمة أوروبا، الإنجليز والفرنسيين. This is England. This is France. On the surface, England and France love each other. But unofficially, England and France hated each other since forever. لو اتكلمنا عن انجازات كل دولة لوحدها في العنصرية والقضاء على الجنس البشري هنحتاج لسلسلة حلقات. الانجليز والفرنسيين على مدار 120 سنة تقريبا كان بينهم حرب اسمها حرب ال100 عام. بدأت سنة 1327 لحد 1453. قتلوا في بعض حوالي 30 مليون انسان، طبعا اكترهم من المستعمرات. المهم، لما قعدوا مع بعض قعدة عرب وكتبوا اتفاقيات ومعاهدات اتفقوا على ايه؟ اتفقوا مع باقي الاوروبيين مجتمعين على غزو الامريكتين، وقتلوا في 200 سنه بس بدايه من 1492 ل 1691 حوالي 50 مليون مواطن من السكان الاصليين لامريكا. طبعا بوسائل وادوات ما ينفعش تذكر تفصيلا على قناه في اليوتيوب. عشان ايه الكلام ده كله؟ عشان بس مش من نفس لونهم او العرق بتاعهم او بيعتقدوا نفس معتقداتهم. ده غير ان هم غدروا ببعض في الامريكتين، واللي كان بيعرف فيهم يخلص على التاني في ولايه كان بيبيده تماما. وطبعا مش محتاج افكر حضراتكم باللي عملوه في المواطنين الافارقه. بين القرن ال15 وال19 جرت عمليات تجارية لبيع الرقيق على نطاق واسع بين كل من أوروبا وأفريقيا وأمريكا. تم بيع حوالي 12 مليون شخص ما بين رجال ونساء وأطفال في ساحل أفريقيا مجبرين على ترك موطنهم. ثم قام تجار الرقيق البيض بنقلهم عبر المحيط الأطلسي ليعملوا في العالم الجديد. والله الواحد مش عارف يقول ايه على الناس ديت. هل حلال فيهم اللي بيعملوه في بعض واللي لسه هيعملوه في الايام الجايه؟ ولا احنا اللي رخصنا نفسنا كشعوب وحضارات لما قابلنا بالتبعيه العمياء ليهم وخولنا في بعض؟ تحيه كبيره للشاب المغربي اللي انقذ الطلبه العرب والافارقه من خاركيف وركبهم المترو للحدود مع سلوفاكيا، والله يكون في عون باقي العرب والافارقه العلاقين هناك قهرا. وما يمكنش فهمتي حنايا جايين معنا البنات وبزاف وكذا فهمتي وبنات تيقراو وكذا وما يقدوش على داك الشيء، وكانوا سميتو عواز فهمتي كانوا كتار بزاف وكيعقلوا غير على راسهم فهمتي ما يعقلوش على شي واحد اخر. طب هيجي واحد يقول لي امال فين التاريخ الدموي للامريكان؟ هقول لحضرتك على حاجه. اولا كده مفيش حاجه اساسا اسمها امريكان قبل 4 يوليو 1776. الشعب الامريكي والشعب الكندي مجموعه من المهاجرين الاوروبيين اكترهم من انجلترا وفرنسا. بس لو انت مصر تعرف بالتفصيل التاريخ الدموي للامريكان في كل تاريخهم اللي هو بالظبط 246 سنه، افتح جوجل ايرث وبص كده على الخريطه بدايه من اليابان وفيتنام وكوسوفا والعراق وليبيا وسوريا وشرق افريقيا. بصراحه قائمه كبيره جدا وتفوقت على حضارات كتير اكثر دمويه بس مش اكتر مكر وخبث من الامريكان. او اقول لك على حاجه اسهل واوضح، افتح التلفزيون الوطني في بلدك ايا كنت انت منين وشوف اخر نشره اخبار، ساعتها هتعرف كويس قوي اخر حاضر واقرب مستقبل للامريكان. في النهايه انا بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، وانتظرونا قريبا في حلقه جديده من برنامج ما قبل الجريمه.